السلام عليكم، إيش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم بخير، معكم صابرين. اليوم إن شاء الله نديرو لا غوسيت تاع خبز الزيتون. هاد الخبز اللي يجي بزاف خفيف وبنين. نبداو بسم الله على بركة الله. عندنا نص تاع المقادير اللي هما كيما راكم تشوفوا زيتون ديال مايوتي مقطع، كاس تاع حليب يكون دافي، مغرفة كبيرة تاع خميرة تاع الخبز، باكي تاع خميرة تاع الحلوى، حبة تاع البيض. ودوك نمدلكم الباقي تاع المكونات مع طريقة التحضير. نجيب الريسيبيون اللي حنخدم فيه، نحط فيه حليب دافي مع كاس تاع الماء يكون دافي، مغرفة كبيرة تاع خميرة تاع الخبز، وزوج مغارف كبار تاع السكر، ومغرفة صغيرة تاع حبة حلاوة. حتمد واحد البنة للخبز ديالنا بزاف هايلة. اللي ما تحبهاش تقدر ما ديرهاش. ونزيد هذيك الحبة تاع البيض. نخلط المكونات تاعي بالمضرب اليدوي باش يدخلوا في بعضاهم. من بعد ننزل الفرينة غير بالعقل. لهنا نزيد واحد زوج كيسان تاع الفرينة، وندير باكي تاع الخميرة تاع الحلوى مع 6 مغارف تاع زيت الزيتون. ونحط البول تاعي في البيتخام باش نبدا نعجن. تقدروا تعجنوا بيديكم، استعملوا طريقة اللي تساعدكم واللي تريحكم. اذا عجنتوه بيديكم نفس الطريقة، بداو تزيدوا الفرينة غير بالعقل وعجنوا. برك شمخوا يديكم وانتم تعجنوا باش العجينة ما تلصقلكمش في يديكم. هنا نزيد غير الفرينة غير بالعقل حتى نحصل على عجينة تكون شادة روحها وتتلاصق. لا فيتاس تاع البيتخان تكون موين، ما تكونش ناقصة بزاف وما تكونش زايدة بزاف. دوكا مع الاخر نزيد مغرفة صغيرة تاع الملح والزيتون ديالنا. كمية تاع الفرينة حتدينا مرطل حتى 700 غرام، صديقون نوع تاع الفرينة. النوعية تختلف، كاين الفرينة اللي تشرب واللي ما تشربش، صديقون لا كاليتي تاع لا فارين اللي تكون عندكم في الدار. كما قلت لكم بداو تزيدوا غير بالعقل حتى تحصلوا على عجينة كيما هادية هكذا تلاصق وشادة روحها وخفيفة. دوكا نحبطها من الجناب ونخليها تخمر مدة نصف ساعة. خلوها تخمر 30 دقيقة. وهيليك العجينة تاعنا بعد ما خمرت، نرش البلان دو طرافاي تاعي بشوية فرينة ونديغازيها ونبدا نحل العجينة ديالي. ندير شوية فرينة في يدي باش ما تلصقليش العجينة في يديا. دوك نروليها ونديرها على شكل حربوش ونقطعها. قطعوها على الحجم اللي يساعدكم، تحبوا ديروا خبيزات كبار ولا صغار ولا متوسطين كيما تحبوا. انا قطعتها على 4، حبيت الخبيزات تاعي يكونوا متوسطين، ما كبار ما صغار. نجيب كوبات ونقطعها ونشكلها على شكل خبزة صغيرة كيما هكا. نقرصها هكذايا نحطها تكوتي. بهذا الشكل. دوكا العجينة الأولى اللي شكلتها هي الأولانية اللي نحلها. نبدأ نحل العجينة ديالي ونعاون روحي بالحلال. نجيب الحلال ونحلها شوية بالحلال باش نتحصل على عجينة ما تكون خشينة ما تكون رقيقة، تكون موين.
جيبوا سنيوة ديروا فيها بابي كويسون ولا رشوها بالفرينة باش كي تحلوا العجينة تاعكم الخبز ديالكم تحطوا الخبز ديالكم في السنيوة يخمر، وبيد ما يخمر الخبز ديالكم تكونوا شعلتوا الكوشة، شعلوها خلوها تسخن مليح باش كي طيبوا الخبز يخرج لكم كيما تاع المحلات. حنزيد معكم خبزة واحدة أخرى بطريقة تكون مفهومة أكتر، طريقة الشرح مفهومة إن شاء الله، واللي ما فهمتش كاش حاجة ولا غابت لها فكاش عفسة تخلي لي في التعليقات السؤال تاعها ولا أي استفسار يكون عندكم نقرأ كامل التعليقات ونجاوب عليها. هنا الخبزة الأخرانية شكلتها بهذه الطريقة، حبيت ندير خبزات صغيورين باش تكفيني في سنيوة، شكلتهم بهذه الطريقة فوالا. ودايما نبلاطيو الخبز ديالنا نحبطوه باسكو يزيد يخمر، ونحطوهم في سنيوة يخمروا ربع ساعة 15 دقيقة، خلو لهم الوقت في التخمار باش كي تدخلوهم يطيبوا شابين وما يتشققولكمش ما يديرولكمش تشققات في الكوشة. هادوك تشققات سببهم انه الخبز تاعكم ما خمرش مليح، كي ما يخمرش مليح برا يتشق داخل الكوشة. دهنتهم بالبيض باش يتحمروا شابين ونزينهم، درت لهم انا حبة حلاوة وجنجلان وبيان سور الزيتون هو العنصر الاساسي. ودوكا ندخلهم يطيبوا كي يتحمروا لي من التحت ويبداو يتحمروا ما في لي كوتي نشعل لهم الفوق نزيد لهم غير شويه هكذايا ياخذوا لي اللون الذهبي هذاك الشباب ونخرجهم والخبز تاعنا يكون واجد. هاد الخبز يجي بزاف خفيف بزاف بنين وطري يوالم بزاف مع الشربة في رمضان، بدنا تاعو تهبل والريحة ما نحكي لكمش على الريحة اللي يخليها في الكوزينة بزاف بزاف تريح بنينة كيما تقولش هذا ونخرجته مع البولونجي. فوالا هذه هي العروسة تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وما تنساوش تشجعوني بجيم وتبارطاجيوها مع الحباب ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة جديدة. سلام، بقاو على خير.